ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. النهاردة بقى هنحل مع بعض موديل اكزام 1 in concept number 2 unit 2. وكنا شرحنا مع بعض الكونسبت ده كله بالتفصيل، تقدروا تروحوا تشوفوه وان شاء الله هتستفيدوا منه. اول حاجة بيقولي choose the correct answer. question number 1 بيقولي when an object moves down a ramp، لما اي object يحصل ان هو move down يتحرك لأسفل it's stored potential energy، بيكون متخزن فيه potential energy. potential energy اللي فيه دي بيحصل لها ايه؟ بيقولي ان هي اول حاجة بيحصل لها increase. لا، ده الاوبجكت دلوقتي بيحصل له move، بيتحرك، فالبوتنشال energy مش هتزيد خالص. البوتنشال energy ملهاش اي علاقة بالموفمنت، بالحركة. طيب بيقولي it doesn't change، مش هتتغير. لا، انا عارفة ان اي energy لازم يحصل لها change من form لفورم تانية، يبقى دي كمان مش معانا. بيقولي changes to less active form of energy، هتتحول لإنرجي تانية بس less active، يعني نشاطها قليل. طب ازاي نشاطها قليل؟ دي دلوقتي في حالة motion، في حالة حركة، عمالة تتحرك move down، تتحرك لأسفل، يبقى برضو دي مش معانا. بيقولي changes to a more active form of energy، بتتحول لإنرجي تانية بس more active، نشطة جدا عن البوتنشال energy. ودليل على كده ان حصل لها move، اتحركت. يبقى الجود انسر معايا ايه؟ ان هو changes to a more active form of energy. طبعا احنا عارفين ان مين more active form of energy؟ شاطرين، الكاينيتيك energy. question number 2 بيقولي the form of energy that can be seen، صورة من الانرجي can be seen، انا اقدر اشوفها. تعالوا نشوف مع بعض. بيقولي الثيرمال انرجي، انت تقدر تشوف الثيرمال انرجي اللي هي الطاقة الحرارية؟ لا طبعا. بيقولي الكتريكال انرجي، انت تقدر تشوف الالكتريك، الكهرباء نفسها؟ لا. انت بتشوف السلوك نفسها، بس اللي بيحصل جوه انت ما بتشوفوش، يبقى دي برضو مش معانا. لايت انرجي، احنا بنقدر نشوف الانرجي دي، بنقدر نشوف اللايت نفسها. طيب نشوف الأخيرة كده sound energy، انت تقدر تشوف الساوند؟ لا. يبقى الفورم of energy that can be seen، صورة من الطاقة انت تقدر تشوفها، اللي هي مين؟ اللايت energy. question number 3 بيقولي all the following examples store chemical energy، كل الاكزامبلز دي في chemical energy stored متخزنة جواها except، ما عدا مين؟ بيقولي الفود. لا، الفود ده احنا عارفين ان فيه chemical energy جواه، طيب ده مش معانا. الباتري، البطارية، لا احنا عارفين ان الباتري فيها chemical energy. طيب الجازولين، لا احنا برضو كنا متفقين مع بعض ان الجازولين فيه chemical energy. طيب الكمبريست سبرينج، اللي هي السوستة بتاعت القلم دي، فيها chemical energy؟ لا، ده بيبقى فيها potential energy متخزنة جواها. لما السبرينج ده يحصل له compressed، يكون مضغوط كده، واول لما انت تسيب السبرينج ده بيحصل له ايه؟ move، يتحرك، فالبوتنشال energy دي بتتحول ل kinetic energy، يبقى ما فيهاش اي نوع خالص من الكيميكال energy. يبقى الجود انسر معانا ايه؟ a compressed spring، اللي هو السوستة زي السوستة بتاعت القلم دي. question number 4 بيقولي when you jump high in the air، انت لما تنط جامد في الهواء the force affects you must be، القوة اللي هتأثر عليك لازم تكون ايه؟ طيب واحدة واحدة كده. انت دلوقتي move in air، اتحركت في الهواء، انت هتفضل متشعلق في الهواء كده كتير؟ لا، انت لازم move down، تنزل لتحت على الجراوند. ليه؟ عشان اتفقنا في الكونسبت اللي فات ان في حاجة اسمها الجرافيتي فورس، اللي هي الجاذبية، دي بتعمل move object toward the ground، تسحب اي object للارض. ده معناه ان الفورس بتاعت الجراوند والفورس بتاعتك في بينهم balance or unbalance؟ طبعا يا مس في بينهم unbalance، يعني عدم توازن. ومين اللي انتصرت؟ الفورس بتاعت مين؟ الجرافيتي، عشان خلتك ان انت move downward. يبقى بيقولي the force affecting you must be، القوة اللي هتأثر عليك لازم تكون balanced؟ لا طبعا. طيب created، يعني force احنا عملناها جديدة؟ لا طبعا، الفورس ما بتتعملش جديدة خالص. unbalance، يعني لازم يكون في بينهم عدم توازن عشان يحصل move؟ طبعا ده اللي حصل.
يبقى الجود انسر معانا ايه؟ ان هو الفورس فيها unbalance، يعني عدم توازن، وده اللي خلاك يحصل لك موف، تتحرك للايه؟ للجراوند. بعد كده بيقول لي give reason، يعني قول لي ليه both the sun and electric lamp produced two forms of energy. ليه الصن والالكتريك لامب هما الاتنين بيعملوا produce، يعني بيطلعوا two forms of energy، يعني شكلين من الانرجي. طيب تعالى نشوف مع بعض هما بيعملوا ايه اصلا. الصن والالكتريك لامب هما الاتنين بيدوني light، صح؟ يبقى هما الاتنين produce light energy. طب وايه كمان؟ الصن بتطلع لي heat، يعني حرارة، يعني بتعمل produce thermal energy. واللمبة اللي هي اللمبة لما تشتغل، لما تيجي تلمسها بقى بعد ما تطفي بتلاقيها ايه؟ بتلاقيها سخنة شوية، صح؟ ده معناه ان اللمب الالكتريك لامب دي طلعت thermal energy برضو. يبقى both of sun and electric lamp produced light energy and thermal energy. يبقى لما يجي يقول لي هنا قول لي ليه الصن والالكتريك لامب هما الاتنين بيطلعوا two forms of energy، نقوله because both of them produced light energy and thermal energy. تمام كده. بعد كده بيقول لي put true or false. question number 1 the object that don't move have no energy. بيقول لي الأوبجكت اللي هو ما بيتحركش have no energy، ما عندوش energy. يعني مثلا الكرسي اللي قدامك اللي ما بيتحركش ده هو دلوقتي have no energy، ما عندوش energy؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان اي حاجة حوالينا عندها energy حتى لو ما بتتحركش، ولو ما بتتحركش يبقى لازم يكون عندها ايه؟ لازم يكون عندها potential energy، صح كده؟ يبقى هنا بيقول لي ان الاوبجكت اللي هو في حالة no move ما بيتحركش بيبقى عنده no energy. لا طبعا false. تمام كده. question number 2 بيقول لي to do work، عشان اعمل شغل you must push or pull an object through a certain distance. بيقول لي عشان اعمل work لازم ان انا اعمل push او pull للاوبجكت ده مسافة معينة. طبعا. انا امتى اقول ان انا عملت شغل؟ لما اعمل ازق حاجة، اعمل لها push او اعمل لها pull وحركها distance مسافة معينة، فكده اقول انا عملت work. تمام كده. يبقى هنا true. question number 3 بيقول لي light waves is a form of potential energy. اللايت ويفز اللي هي الموجات بتاعة الضوء دي تعتبر من البوتنشال انرجي؟ لا طبعا، دي كانت من الكاينيتيك انرجي. طيب احنا دلوقتي نسينا في الامتحان نعمل ايه؟ نفتكر كده مع بعض. لايت ويفز، الويفز دي موفن اير، بتتحرك في الهواء. يعني ايه بيحصل لها ايه؟ موف، حركة. طيب اي انرجي بيحصل لها موف دي كانت تبع مين؟ شاطرين، الكاينيتيك انرجي. يبقى هنا ايه؟ false. question number 3 بيقول لي orange, potato and car battery contains stored chemical energy. بيقول لي البرتقانة والبوتيتو والكار باتري التلاتة دول في chemical potential energy stored in it، متخزنة جواها. طبعا. يبقى هنا true. بعد كده بيقول لي complete the following sentence below picture. كمل الجمل دي. اول حاجة batteries inside the radio، البطاريات اللي جوه الراديو دي. store متخزن جواها انهي نوع من البوتنشال انرجي؟ شاطرين، chemical potential energy. طيب الكيميكال potential energy اللي موجودة جوه الباتري دي هتبدأ تتحول لإيه؟ انهي form of energy اللي بيكون موجود in wires في الأسلاك inside the radio، جوه الراديو. شاطرين، الالكتريكال انرجي هي اللي بتكون موجودة في الوايرز، الأسلاك. طب الالكتريكال انرجي دي بقى تبدأ تتحول لأنهي فورم اوف انرجي اللي بيعمل بروديوس ساوند، بيطلع أصوات من الراديو. شاطرين، الساوند انرجي هي اللي بتعمل بروديوس ساوند، هي اللي بتطلع الأصوات. تمام كده. بعد كده بيقولي correct the underline word، يعني صحح الكلمة اللي تحتيها خط. طيب question number 1 بيقولي when an object falls down، لما جسم falls down يعني يقع، it has more active form of energy، عنده أكبر كمية من الانرجي اللي هي اسمها ايه؟ بيقولي اسمها potential energy؟ لأ، امال اسمها ايه؟ طالما حصل له move اتحرك يبقى اسمها شاطرين kinetic energy، يبقى نكتب هنا kinetic energy. question number 2 بيقولي sound وحاطط
خط تحت sound يعني المفروض ان احنا هنغيرها. produced from the gas oven is used in cooking. بيقول لي ال sound energy بتطلع من الجاز اوفن اللي بيساعدنا في الكوكينج؟ طبعا لا. امال كان مين؟ شاطرين، الثيرمال energy. question number 3 بيقول لي a battery stores a form of kinetic energy وحاطط خط تحت كلمة kinetic known as chemical energy. بيقول لي الباتري متخزن جواها chemical energy، والchemical energy دي تعتبر من انهي form of energy؟ شاطرين، البوتنشال energy. question number 4 بيقول لي a gasoline اللي هو الجازولين اللي بنستخدم في العربيات contains جواه ايه؟ انهي نوع من البوتنشال energy؟ شاطرين، chemical potential energy. طب نفتكر مع بعض كده، كان مين اللي عنده chemical potential energy؟ الجازولين والفود والباتري. بعد كده بيقولي what happen if، ماذا يحدث لو، ايه اللي هيحصل لو a stopped ball at the top of a slope starts to move down. يعني لو ده slope يعني منحدر كده، والكرة واقفة على التوب بتاعة السلوب يعني واقفة فوق خالص، وبدأت ان هي move down تتحرك لأسفل، ايه اللي هيحصل؟ بيقولي ايه اللي هيحصل بناء على ايه؟ according to the change of its energy. ايه اللي هيحصل وايه التغيير اللي هيحصل كمان في الانرجي؟ في الحالة دي البول وهي at the top of slope بيبقى عندها potential energy stored in it. أول لما يحصل لها move downward تتحرك أو تنزل لأسفل، البوتنشال energy اللي عندها دي بتبدأ إن هي change into بتتحول ل kinetic energy. يبقى هنكتب هنا إيه؟ إن البوتنشال energy changes into kinetic energy. كده احنا خلصنا مع بعض موديل اكزام 1 in concept number 2 unit 2. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، واستنونا نحل مع بعض موديل اكزام 2 in concept number 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.